لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. هنشوف تابوت من أجمل التوابيت. الكاهن أمون إم إبت. الراجل ده عاش في الأسرة 22 وترك لينا واحد من أجمل التوابيت. الزخارف وألوانها الزاهية بحالة جيدة جدا رغم مرور حوالي 3000 سنة عليها. نشوف مع بعض كده الديكوريشن. أمامنا سيدة جميلة مجهولة الاسم، اسمها مش مكتوب، ربما تكون زوجة أو بنت المتوفى، احنا مش عارفين بالظبط. هنلاقيها راكعة أمام الإله أنوبيس اللي هو على شكل ابن آوى. نلاحظ إن بين ساقيه إناء لونه أسود وله غطاء أحمر وعليه شريطة حمراء. الإناء ده اسمه إناء الحس، ده بيحتوي على الماء المقدس والمعطر اللي أنوبيس بيستخدمه في طقوس تحنيط المتوفى وإعادة الحياة إليه. هنلاقي مشهد آخر، نفس السيدة وهي بتقدم العنخ مفتاح الحياة، فوقها كبرى بتقدم العنخ برضه، بيقدموهم لأبناء حورس الأربعة اللي هم مسؤولين عن حماية أحشاء المتوفى. ده من مقتنيات المتحف البريطاني. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.